السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في لايف جديد من برنامج جول مشترك وأحمد ياسر. مبروك لجمهور النادي الأهلي على الفوز. فوز مقلق بعض الشيء لينا كلنا بصراحة، ولكن الماتش النهاردة كان فيه حاجات متباينة، كان فيه حاجات كويسة، كان فيه حاجات حلوة، كان فيه حاجات وحشة، كان فيه حاجات كتيرة، وكان فيه حرقة دم طبعا. يعني ما هو أنت أكيد عشان أنت تبقى أهلاوي وأنت خارج يعني. أنا أكتر حاجة قلقتني في الماتش ده مش اللي حصل طول المباراة. اكتر حاجة قلقتني في الماتش ده هو شكل اللعيبة وهي خارجة من ارض الملعب بعد نهاية المباراة 2-1. الشكل اللي فيه اللعيبة دي ده شكل لعيبة منهزمة، وانا ضد الفكرة دي تماما، لان انت بتلعب ماتش من 90 دقيقة وماتش تاني من 90 دقيقة، فالموضوع مش قلبة وقومة. اه النتيجة مقلقة، ما اقدرش اقول لك لا، بس انت ما تخرجش من الملعب مهزوم، تخرج زعلان ان انت كنت عايز تزود النتيجة اكتر، ان انت ما يخشش فيك الجون وتحافظ على حظوظك اكتر واكتر. ده على عيني وعلى راسي، بس انا اخرج اشوف اللعيبة كهربا حاطط التيشيرت فوق دماغه، واللي مش عارف باصص في الارض، واللي ايه يا رجالة في ايه؟ ده لسه 90 دقيقة تانيين على فكرة، واحنا ما خسرناش على ارضنا، احنا كسبانين 2-1. الجون يعمل لنا قلق ويعمل لنا مشاكل هناك، بس ان شاء الله باذن الله بشويه رجوله وشويه يعني هي رجوله مش اكتر من كده هنقدر نكسب هناك. انا في البدايه بس عايز احيي فريق الوداد كامل بصراحه يعني، لانه اثبت ان هو فعلا الجيل ده جيل كويس، جيل مش وحش تماما، بل بالعكس هو جيل متميز جدا يعني. ولعبوا النهارده مباراه بذكاء الى حد كبير، كانوا مش موفقين طول المباراه، ولكن جم في لقطتين ثلاثه كده وفقوا. حتى اللعيب اللي نزل اللي هو سيف الدين اللي جاب الجون ده، اصلا لو انت اتفرجت على الهايلايتس بتاعت كل الماتشات بتاعت دوري ابطال افريقيا اللي فاتت هتلاقيه بيضيع كور، بس يمكن تكون هي دي الكره الوحيده اللي لبست في رجله ودخلت جون. فكان في جزء من التوفيق في المباراه، ولكن ما نقدرش ننكر ان في خبرات كبيره موجوده عند اللعيبه دي، قدرت ان هي توقفهم، وقدرت ان هي توقفهم على رجلهم، اقصد يعني، بجانب كمان فكره الاستماته بتاعه ارسن زولا المدافع بتاعهم اللي عمل النهارده مباراه جيده مش وحشه قوي يعني. بس انا شايف ان الموضوع كان كله بيتمحور في اللي كل الناس هتتخانق فيه، هي شخصيه الحكم، ان هو ممكن يكون ضعيف شويه او مهزوز. ايوه يا محمد يا كرداوي بالظبط كده. النهارده الحكم كان في اخطاء كتير، وخلينا نتكلم بامانه والله يا جماعه، بعيدا عن اي حاجه احنا هنتكلم بالحق، حق ربنا يعني. احنا لينا ضربه جزاء بتاعت الشحات مشكوك فيها، بس في كوره بتاعت محمد عبد المنعم اللي اتردت علينا بجون. لا سوري، الكوره بتاعت محمد عبد المنعم اللي هي اتردت الناحيه الثانيه وجبنا احنا فيها جون، اللي هي رفع فيها رجله لحد فوق، لحد وش المترجي تقريبا. برضو دي كوره غريبه جدا، كانت المفروض انها يعني الحكم يبص فيها. ده غير طبعا الاخطاء اللي هو ارتكبها معانا احنا. يعني ده خطأ المفروض للوداد، عشان بس نبقى بنتكلم بانصاف يعني. ولكن احنا لينا اصلا في كرة فيها طرد، ده معلش يعني. الكرة اللي كانت برضو مردودة ورايحين ان احنا نجيبها جون، والواد راح ماسكها بايده، ده مش انذار. يعني دي بالنسبة لي مش انذار. الحكم كان موفق في ضربة الجزاء الاولانية اللي حسبها، وبعد كده رجع فيها لان هي خبطت في دماغ لعيب، وبعد كده راحت الناحية التانية ما لمستش ايد لعيب خالص، فده حقيقي، ده الراجل كان صح هنا، الفار رجع صحح له خطأه. بس الكرة التانية بتاعت حسين الشحات فيها كتير، بس اللي انا شايفه لا، هي تبعد شوية عن فكرة ضربة الجزاء، ولكن الطرد لا، في طرد، في طرد معلش. وبس برضو تاني انا مش جاي اقول هنا ان الحكم كان سبب في المباراة، لا، انا هتكلم بقى على فرقتي، ولازم هنا اتكلم بكل وضوح. وطبعا يعني يا ريت بقى عشان نبتدي هنتكلم على الاهلي بقى بالتفاصيل، يا ريت تبتدي بقى تدينا لايك بقى وشير وبتاع وظبط الدنيا كده عشان اللايف ده يوصل للناس كلها، ودعمنا بالنجوم طبعا، لو انت عندك نجوم تقدر ترسلها لنا يعني. النقطة المهمة اللي أنا عايز أتكلم فيها عن الفرقة، فرقة الأهلي. أنا بتفرج على الأهلي يا جماعة من سنة كام؟ من سنة 90، وعارف شخصية النادي الأهلي كويس قوي، وعارف فرقة النادي الأهلي يعني إيه، وعارف اللعيبة يعني إيه إن هي تبقى مهزوزة، واللعيبة يعني إيه تبقى إن هي مستعجلة. لعيبتنا النهارده طول الشوط الاولاني ادت مباراه كويسه جدا، مش وحشه. ضيعت فرص كتيره بسبب حاجه واحده فقط، ملهاش اي حاجه يعني ملهاش اي تفسير تاني. السربعه، اللعيبه مستعجله بزياده. اللعيبه كانت في الشوط الاولاني مستعجله بزياده على الهدف، وهو ده اللي خلى الموضوع يبقى صعب. لو هتبص اجمالا على الفرقه وهتبص، احنا تعالى ناخدهم واحد واحد ونتكلم بقى على سير المباراه بالتفصيل. يعني اولا مصطفى شوبير الراجل كان بيتحارب من كل الناس قبل كده، النهارده انا شايف جمهور الاهلي كله واقف معاه، والنهارده مصطفى شوبير 10 على 10. النهارده انا كنت بتكلم لو تفتكر في الحلقه اللي فاتت كنت بقول لك الماتش ده ماتش صعب جدا على شوبير. ليه؟ لان ان الماتش ده ممكن بيبقى ليه اتجاه من الاثنين، يا اما انك
خلاص بتروح بقى اللي هو ايه، هندور نعيرك سنه ولا اتنين عشان الجمهور ينسى اللي حصل في الماتش دوت، وندور ان احنا نرجعك تاني، يا اما ان انت هتبقى حارس كبير. النهارده شوبير التقييم العام عامه هتديله 10 من 10، بس في حته عارف انت، خبره. اللعيب محتاج مش اكتر بس من ان هو خبره، والخبره دي هتيجي بالممارسه، يعني هتيجي بان هو يشارك دقايق اكتر. لكن جون متميز جدا ومقاتل وراجل وعمل كل اللي عليه وزياده بصراحه. شال ضربه شال اولا في الشوط الاولاني، شايل انفراد وشايل ضربتين ثابتين، واحده منهم صعبه لو تفتكر. حتى انا كنت بكلمك ان الضربات الثابته فريق الوداد هو مميز فيها جدا، وكنت جبت لك كوره من الكور اللي دخلت على ما اعتقد، مش فاكر كان في بيترو لواندا ولا فيتا كلوب، اللعيب اللي شاط الكوره من تحت الحيطه وجابها جون. عشان كده الكوره اللي اتشاطت على شوبير وصدها ومسكها بايده على الزاويه اليمين، قبلها كان معلول نايم، واحنا ما كناش بنشوف يعني انا عارف ان دي الحركه دي معروفه عالميا وبتتعمل كتير، بس احنا ما بنشوفهاش في الاهلي كتير. المره دي شفناها ليه؟ عشان هم بيلعبوا على الحته الارضيه. غير كده شوبير كان واعد وجاهز وقادر ان هو يشيلك في المباراه دي. كل اللي هو محتاجه عدد دقايق اكتر، وهيبقى عندك حارس متميز جدا. واهم حاجه عند شوبير بعيدا عن فنياته اللي هتظهر مع الوقت اكتر واكتر، انه حارس راجل. فدي نقطة مهمة جدا، الرجولة عند الواد ده بصراحة. يعني لا 10 على 10 شوبير بعيد والله العظيم. بصوا يا جماعة، أنا بقول لك أهو، أنا يعني ممكن أكون من ضمن الناس اللي ما بتحبش كابتن أحمد شوبير كإعلاميا في بعض الحاجات، وشايفه في الآخر يعني انا زيكم، انا واحد بشجع زيكم، انا واحد لا انا محسوب على حد، ولا انا تبع حد، ولا انا اعرف حد، ولا اي حاجه. انا بتكلم معاك زيك، مفيش فرق بيننا. يمكن انا بس بهتم اكتر بالتفاصيل شويه. ولكن فعلا الولد يستحق، وانا كنت اتفرجت عليه من قبل ما يروح المنتخب الاولمبي مع الناشئين بتوع النادي الاهلي. جون كويس جدا، وجون عنده امكانيات كويسه جدا. هو كل اللي ظلمه في القصه دي كلها هو ان هو بس ابن احمد شوبير، مش اكتر من كده. فالموضوع كل اللي محتاجه شوبير في الفتره الجايه عشان يبقى الحارس الاول للنادي الاهلي هو لعب عدد دقائق اكتر. تمام. تعال نطلع بقى للخط اللي قدامه، هو خط الدفاع من اول اليمين لحد الشمال. محمد هاني عمل مباراه رائعه بصراحه، عمل مجهود كبير قوي. يمكن غلط في مره او اتنين، ولكن محمد هاني كان راجل جدا في الماتش ده. ياسر ابراهيم ليه اخطاء كتير، يعني ليه اخطاء كتير. ياسر ابراهيم ليه اخطاء كتير. ومحمد عبد المنعم النهارده كان بالنسبه لي عمل 4 أو 5 كور قمه في الريسك، ريسك عالي جدا غير طبيعي، وما ينفعش انك تعمله يا محمد عبد المنعم، ولازم تركز اكتر من كده. يعني كولر لازم فعلا يتكلم اكتر مع محمد عبد المنعم في ساعات كده غرور، وساعات كده تعالي على كوره مش مطلوبه خالص. كنت بشوفها الشخصيه اللي بتتكون دلوقتي عند محمد عبد المنعم في المباريات دي بقت اقرب لشخصيه محمود علاء بتاع الزمالك. انا بقيت ابتديت احس ان الشخصيه ابتدت تقرب للاتجاه ده. انا عالي قوي على الكوره، انا عندي فنيات كويسه ولعيب كويس جدا، ما حدش يقدر ينكر ان محمد عبد المنعم من افضل المدافعين الموجودين في مصر، دي حاجه ما فيهاش فيها خلاف. واللي هيتخانق معاك في الحوار ده ما اساسا ما تكملش مناقشه معاه. بس في نقطة تعالي على الكورة، وفي نقطة نرفزة وعصبية وتسرع ابتديت اشوف فيها صورة محمود علاء، وده نقطة خطر جدا على محمد عبد المنعم، لازم يخلي باله منها. واحنا لما بنقول كده، او انا لما بقول كده كواحد من ضمن جمهور النادي الاهلي، ما بقولش كده عشان اقطع في عبد المنعم، انا بقوله عشان مصلحته. علشان انا شايف ان في مدافع في فرصة كبيرة قوي ان هو يعمل تاريخ كبير قوي مع النادي الاهلي، مش عايزه يخسره بسبب بس مجرد شوية انعارة، مش اكتر من كده. الباك الشمال علي معلول ممتاز جدا، وانا كنت بكلمك في الحلقه اللي فاتت ان احنا المساحه اللي ورا علي معلول ده هيتم استغلالها من الفريق الوداد بشكل كبير قوي، لدرجه ان هم في الشوط الاولاني كانوا مخصصين 3 بيضغطوا بس ناحيه معلول. يعني بينزل على ما اعتقد كان المترجي وكان في حد تاني معاه، ومعاه سامبو، ال3 كانوا بيروحوا ناحيه معلول اول ما الكره تبتدي تتلعب علشان معلول ما يطلعش، بالكوره. وكانوا بيلعبوا على الحته دي. وانا اسف، انا حابب اوجه رساله لاداره النادي الاهلي يعني، واداره والكولر يعني. احنا النهارده الجون اللي جه فينا في الشوط الثاني بسبب، انا وجهه نظري كده، يمكن تكون وجهه نظري غلط، بس انا شايف كده ان وجهه نظري ان السبب الرئيسي ان احنا ما عندناش بديل لمعلول. معلول جت عليه الدقيقه 70 وبقى يعني فاهم اللي هو اوريدي خلاص مش شايف، تعبان ليه؟ لانه بذل مجهود هجومي كبير جدا. انت النهارده بتدفع ثمن ان انت ما عندكش بديل لمعلول، وما عندكش مش بديل بس، لا ده بديل جاهز ويقدر يخش ويلعب على طول. هتقول لي بقى شكري اللي احنا بعناه لسيراميكا واخدنا مداره شادي حسين، هتقول لي لا اصل احنا كان عندنا كريم الدبيس، هتقول زي ما انت، احنا ما عندناش باك شمال ورا معلول يسنده
في المباريات دي. معلول خبرته احنا بنحتاجها بشكل كبير قوي في افريقيا، ودي حاجه ما حدش يقدر ينكرها، ومعلول لعيب كبير قوي، بس حكم السن يا جماعه هاخد اكتر منه كده ايه؟ الراجل عمل اللي عليه وزياده. فالحته بتاعت الجانب ان انت ما عندكش باك شمال احتياطي المعلول، انا وجهه نظري هي كانت سبب النهارده الجون اللي دخل، لان الجون اللي دخل جه منين؟ جه من معلول. معلول شتت الكره مرتين، المره الاولانيه اتقطعت منه راح جري وجابها، وبعد ما جابها شتتها غلط للمدافع تشتيته واحد تعبان مش شايف. هو مش شايف، هو بيشتت خلاص انا هطوح ليه؟ لان ابسط شيء كان ممكن يطوحها على اليمين ويطلعها اوت، لكن مش هيلعبها على نص الملعب وترتد عليه تتشاط تخش جون. ومن لعيب كلنا الناس كلها عارفه ما يعني ما جابش، ما شفتوش يعني، فاهم؟ هو جاب جون، بس هو ربنا كاتب له ان هو يجيب جون في الماتش ده. هتخش على الثلاثه بتوع خط الوسط، هيجي مروان عطيه طبعا الاساس بتاع تحريك النادي الاهلي، والنهارده انا شايف مروان عطيه عمل حاجات كتير قوي كويسه بعيدا عن الانذار اللي خده. ولكن الاثنين اللي قدامه بقى علامه استفهام. اول واحد فيهم ديانج. يا ديانج يا عم في ايه يا اسطى؟ ايه الحكايه؟ يعني نعمل ايه؟ ايه المشكله؟ ديانج من ساعه ماتش ريال مدريد والغلطه اللي هو عملها بتاعه ريال مدريد، وهو كان قاعد في الماتش عارف ان في ناس بتتفرج عليه عشان هتشتريه، لحد النهارده راح ما رجعش من المغرب. عشان نكون بكل امانه يعني، ديانج لحد النهارده لسه ما ترجعش من المغرب. النهارده انا ما كنتش شايفه دفاعيا بشكل كبير قوي، وما كنتش شايفه هجوميا برده بشكل كبير قوي، الا على استحياء بشكل كبير يعني، بشكل مش طبيعي. حمدي فتحي، انا عارف ان حمدي فتحي كان في كبس وضغط عليه طول الشوط الاولاني بالذات، لدرجه ان كان في عنف زايد جدا مع حمدي فتحي، وحمدي فتحي كان عنده زي ما قلت لك ادوار دفاعيه، لان هيترمي ورا معلول مروان عطيه، فهتلاقي ان حمدي فتحي دايما بيرجع في الجانب الدفاعي، وهو اللي هيقف في الحته بتاعه الدفاع. فعشان كده انت مش هتشوفه في الجانب الهجومي، يمكن الماتش اللي جاي تشوفه اكتر في الجانب الهجومي. ولكن النهارده انا متفاهم موقف حمدي فتحي جدا، ما عنديش اي مشكله معاه. هنطلع للخط اللي قدامه، الثلاثه اللي قدام، حبه حبه بقى، حبه حبه، عشان الموضوع ايه، مش بيتاخد كده بسهوله يعني. اول حاجه ان احنا بنتكلم على حسين الشحات، فانت بتتكلم على ان حسين الشحات الشوط الاولاني عمل حركتين من وجهه نظري برضو يتحمل جزء من النتيجه اللي احنا وصلنا لها. اولا الكوره بتاعت ضربه الجزاء، حسين الشحات كان قادر ان هو يزق الكوره اكتر ويخش، بس حسين الشحات لعب على حاجه واحده بس، انا عايز اخد ضربه جزاء. وده اكبر خطا في المباريات اللي زي دي. انت بتاخد ضربه جزاء في لحظات اللي هو ايه، لما تبقى الدنيا ضيقه وقافله وكل حاجه مش عارف تتحرك، لكن انت بتهاجم وكل نقطه بتاعتك المشكله اللي موجوده عندك هو في التفنيش، انك ما بتخلصش. فانت بتوصل للجون يعني، انت مش عارف ما توصلش، لا انت عارف انك توصل. ففكره ان انت تلعب على ضربه جزاء وهي مش ضربه جزاء ويبقى فيها جانب من التمثيل، انا ما اعرفش ليه اللعيبه لسه عندنا لعيبه مصريين، ومش لعيبه مصريين، لعيبه عالميين كتير قوي بيعملوا الحركه دي، انه بيفتكر ان التمثيل ده ممكن يعدي على الفار. ما اعرفش من جايب هو العشم ده بشكل كبير قوي منين. فانت بتتكلم على ان الكره دي كانت ممكن تفرق، كان ممكن تبقى جول. وفي البدايه برضو حسين الشحات كان بيحاول ان هو يخش ويقطم ويحاول ان هو يجيب اجوان كتير لوحده مع نفسه، ما بعد شويه عن الجماعيه، لحد ما حصلت الكوره بتاعت ايه، بتاعت بيرسي تاو. دخل الكوره دي، انا متاكد مليون في الميه ان في يوم من الايام حسين الشحات هيتكلم عليها، ان هو وتاو متمرنين عليها يمكن 70 80 مره. اولا حسين الشحات بيلعب وهو مش شايف، ثانيا تو واقف في تمركز متميز جدا وبيحطها بدماغه كانه لسه لعبها من دقيقتين، يعني كان عارف انت احنا بنتمرن تمرينه، فالتمرينه لعب انك تلعب لي عرضيه واحطها بالهيد، هو ده اللي كان حصل مع اسمه مع تاو يعني. في حاجه، وهو اصلا لعيب ما بيلعبش بدماغه يعني. يعني هو اصلا تاو ما بيلعبش بدماغه، فتحس ان الكوره دي عملناها في التمرين يمكن 80 90 مره قبل المباراه، قاعدين او حتى في التسخين كنا قاعدين بنتمرن عليها. كرة حلوه جدا من حسين الشحات، وحطه رائعه جدا من بيرسي تاو، اللي هو يعني الواحد مبقاش عارف يقول ايه. لا فعلا تاو يا جماعه، لا لعيب كويس جدا، لا مع ايا كانت النتيجه وايا كان اللي هنوصل له في النهايه ده، لا هو لعيب متميز جدا، محدش يقدر ينكر حاجه زي كده. فالنهارده حسين الشحات عمل مباراه كويسه جدا جدا جدا، بس كان في الشوط الاولاني عنده فرص اكتر ان هو ممكن يغير بيها نتيجه المباراه. بيرسي تاو عمل مجهود كبير جدا، وانا عجبني جدا اللي عمله بصراحه بيرسي تاو. الحاجه الثانيه، كهربا كان طول الشوط الاولاني ويمكن لحد ما جاب الجون كهربا كان متحيد. كهربا تحس ان هو مش موجود يعني، انا ما كنتش عارف هو كهربا هو مركزه مهاجم، بس انا مش حاسس ان هو موجود. لا هو بيستلم ولا هو بيسلم ولا هو بيقرب ولا هو بيحلق ولا هو حتى بيفتح مساحه، ولا هو كان ما كانش موجود. جات له في الشوط الاولاني ثلاث كور واحده منهم هو لوحده قدام الجون. حط يا اسطى، خلاص دي بتاعتك يا كهربا، ده انت الملك في الفتره الاخيره في الحته دي. وكورتين بعديها نفس الكلام.
وفي الشوط الاولاني، وفي الشوط الثاني قبل ما يجيب الجون مضيع كوره بروحين، مره شاطها وبعد كده رجعت له تاني راح شايطها تاني. ففي حاجه كانت بالنسبه لي غريبه جدا في موضوع كهربا دوت لحد ما خرج. انا شايف ان كهربا احنا ما خدناش منه غير الجون، والباقي كله ما كانش بصراحه ليه فايده في المباراه. فلو انا هدي تقييمات سريعا كده، فانا هدي لشوبير 8 من او 8 9 من 10 شوبير. هدي المعلول 7 للاسف علشان الجون اللي دخل. هدي لهاني لهاني هديله 8. لياسر وجنب ياسر كمان هديله اسمه دوت محمد عبد المنعم، الاثنين مش هياخدوش اكتر من 6. مروان عطيه 8. ديانج 4. هنبص على حمدي فتحي مثلا ممكن تديله برده 7. حسين الشحات 8. كهربا ممكن تديله، انا وجهه نظري 5 يعني. لو انت هتدي برده للناحيه الثانيه على الجنب اليمين بتاع تاو، انا هدي لتاو بصراحه 9. تاو النهارده عمل مباراه رائعه يعني. سيبك من التغييرات لان محمد شريف نزل ما عملش حاجه، وطاهر وعلى ما اعتقد انا اسف عبد القادر برضو ما فيش يعني. وهي القصه واضحه بالنسبه للاثنين اللعيبه دولت. الحاجه الاخيره اللي انا عايز اتكلم عليها، احنا ما خسرناش يا اخوانا، احنا كسبانين 2-1. تحيه لجمهور الوداد، تحيه للعيبه الوداد، تحيه لكل من هو له علاقه بالمغرب، تحيه للنادي الاهلي اللي النهارده برضو عمل مباراه على المدار الشوطين، كانت مباراه جيده جدا من ناحيه الروح. بس انا زعلان من انك تخرج من الملعب وانت حاطط راسك في الارض وحاسس ان انت خسرت. انت ما خسرتش. انت لو رحت هناك اتعادلت 0-0 اخدت البطوله. لو رحت هناك كسبت 1-0 اخدت البطوله. الماتش لسه ما انتهاش، الدنيا لسه ما انتهتش. ما ينفعش اللعيبه بتاعت النادي الاهلي تخرج بالحاله اللي هي خرجت فيها المباراه. ازعل زي ما انت عايز، لكن فكره ان انت بتديني انا كجمهور الاحساس ان الموضوع انتهى هنا، لا لسه ما انتهاش. لو انت فاكر ان الموضوع انتهى هنا، لسه ما انتهاش. حوار الجون باتنين ده لسه شغال لحد دلوقتي. المعلومه اللي عندي ان هو لسه شغال الجون باتنين. فلو خسرت هناك 1-0 لا قدر الله، خلاص الموضوع انتهى. ولكن لو انت كسبت هناك 1-0، اتعادلت 1-1، كسبت 2-1، اتعادلت 0-0، انت خدت البطوله. انت لسه ما خسرتش. انت كل اللي انت محتاجه انك تركز في الماتش الجاي. تقسيمه هيبقى مختلف عن التقسيمه اللي انت ممكن تكون كنت راسمها لو انت كسبان 2 او 3، انك هتروح تدافع وتلعب على المرتد. النهارده ممكن لا مش هتلعب وهتدافع بس، لا انت من البدايه لازم تباغت ولازم تنتج جول. والله في اول ثلث ساعه ما قدرتش تعمل اي حاجه، هتنكمش وهتبدا تاني في الشوط الثاني. ففكره الناس النهارده، كل الناس اللي انا بتعامل معاها، اصحابي اصدقائي قرايبي كل اللي كلمني خلاص بقى كده، ما خلصتش يا اخوانا، ما خلصتش. احنا على فكره افتكر اللي حصل في الصفاقسي 2006. انا عارف ان احنا ما معناش ابو تريكه وما عندناش نوعيه لعيبه زي لعيبه ابو تريكه. بس خليك عندك ثقه في اللعيبه اللي موجوده بتاعتك. ما فيش اي مشكله، عادي انت كسبان 2-1، نتيجه مقلقه بس مش معناه انك خسرت البطوله. ما تصفروش اللعيبه خسرانين. ما تعملوش تاني اللي اتعمل قبل كده في المباراه اللي فاتت بتاعه الوداد، وانا كنت واحد من ضمن الناس اللي كنت مشارك معاكم في الموضوع ده. ان احنا بسبب المؤامره احنا رحنا خسرانين. انا نفسي تتفرج على ماتش الوداد تاني، وعلى ما اعتقد ان في ناس كتيره الفتره اللي فاتت اتفرجت عليه. ماتش الاهلي والوداد اللي في المغرب هناك اللي خسر 2-0. والله العظيم احنا بنلعب واحنا خسرانين. لو اتفرجت النهارده تاني على الماتش، او بلاش الماتش، اتفرج والله على الهايلايتس. اللعيبه بتلعب وهي خسرانه اصلا، مش كسبانه. ما عندهاش فكره الموضوع ده. احنا ما ينفعش نروح للفريق المنافس واحنا خسرانين على ارضه. ما ينفعش نروح بالمنظر ده، وما ينفعش الجمهور يوصل ده للعيبه. الجمهور دلوقتي لازم يضغط ويسقف ويقول لا معلش، حصل ان احنا كسبانين 2-1 في جون مقلق، بس احنا كسبانين ولازم نبني على المكسب ونروح هناك ناخد البطوله. مش خلاص خلصت. انا كاهلاوي مش متقبل الفكره دي، وما عنديش استعداد بعد كده تاني ان انا اتقبلها، ان انا اصفر فرقتي تروح تلعب مباراه تلعبها خسرانه. لا يا حبيبي، لا. لو انتوا يا جمهور شايفين ان الفرقه اصلا كده ولا كده خسرانه، خلاص يا جدعان نسافر ليه؟ نلعب ليه؟ نروح ليه؟ ما خلاص. انت متخيل ان في عقليه بتاعت ناس جمهور من النادي الاهلي دلوقتي بيقول لك البطوله راحت وانت كسبان 2-1؟ امال لو كنت خسران، ده احنا اللي بنرجع. ده احنا ملوك الريمونتادا، ده احنا ملوك البلاس 90. فما تجيش تقول لي ابدا دلوقتي ان انت خسرت البطوله. لا لسه انا ما خسرتش البطوله، بالعكس انا كسبان 2-1 وانا الاقرب دلوقتي. هو بس علشان الجون ده هو اللي عامل لي مشكله، لكن ما تعرفش انا ممكن اروح هناك اعمل ايه. لان كولر مش خايب. احمد الرملي النهارده بتسالني انت مش عايز تتكلم في خيابه كولر. خيابه كولر ايه يا ريس؟ هو معلش انت عايز ايه؟
يعني فهمني كده، اشرح لي من وجهه نظرك كده، يا ريت تبعت لي بقى في بوست ولا ابعت لك رقمي نتكلم. انت محتاج ايه من الراجل يعمله اكتر من اللي هو عامله؟ ده انت كنت بتقول مفيش مهاجم، الراجل اخترع لك مهاجم، طلعوا لك مهاجم من تحت الارض. كنت بتقول ما بنلعبش كوره حلوه، بقينا بنقسم ونلعب على الارض وكوره، وقربنا شويه لفكر طريقه سان داونز. بعد كده اهداف كل الفرقه عندك بتهدف بلا استثناء. فيعني انا نفسي افهم بس وجهه نظرك في كولر الوحشه ايه. اه عنده مشاكل، اي مدرب في الدنيا عنده مشاكل، بس ده المدرب الوحيد على فترات السنين اللي فاتت دي كلها شفته بيرجع فاهم ازاي، يرجع هنا ويصلح الامور ويظبط الامور ويبقى ويشوف اخطائه ويعترف بيها. عايز من المدرب ايه تاني؟ عايز نجيب مين مدرب؟ عايز نرجع جوزيه؟ خلاص جوزيه دلوقتي كسر ال70 وخلاص الراجل يعني داخل في ال80، بتهيألي بقى 80 سنه. هنعمل ايه؟ فانا عايزك بس تكتب لي بقى بشكل موضح كده. انا مش عارف انت عاجبك ايه اللي مش عاجبك في كولر. كولر النهارده الحاجه الوحيده اللي انا بلوم عليها زي ما قلت لك، او يمكن يا سيدي هم حاجتين: العمق في القايمه بتاعه المهاجم وبتاعه الباك الشمال، وده اساسا مش مشكله الراجل، لان هو الراجل اصلا طلب الحاجات دي والاداره هي اللي ملبتهاش. ده رقم واحد. رقم اتنين، النهارده في المباراه كان في بعض التغييرات متاخره، ماشي. فبس هو خلينا بقى نتكلم اهو قدامك، انت بتقول دلوقتي قدامك لعيبه ماتت: كهربا، حمدي فتحي، وديانج. مين بقى اللي هتنزله يعمل الكلام ده؟ عوزاني، معلش اعذرني لو مش عارف اقرا، انت عارف احنا دايما بنتلخبط في اسامي بعض، وبيقولوا ان هو نكسب النهائي في كازابلانكا، هو من الوداد. اهلا بيك، ده شرف ليا ان انت موجود عندي. بس الله اعلم ايه اللي هيحصل هناك. انت مش الاقرب وانا مش الاقرب، احنا لسه في 90 دقيقه هم اللي هيحددوا في الملعب اذا كنت انت برجوله هتقدر تاخد البطوله دي ولا لا. بس يا جماعه تاني، احنا ما خسرناش. كولر مدرب كويس. احنا عملنا مجهود كبير جدا، وعملنا شغل كبير قوي. الحكم النهارده كان سيء على الطرفين مش على طرف واحد، والله اعلم الحكم اللي هناك هيبقى سيء على طرف ولا غير على الطرفين. انا لا انا استفدت ولا انت استفدت من الاخطاء ديت، ده بالعكس، ده احنا كان لينا حاجات المفروض ناخدها ما خدناهاش. ف... فما حدش فينا استفاد من خطأ على قفا التاني من الاخر يعني. ولكن ده كان ليه اخطاء المفروض ان هو ياخدها، وده كان ليه اخطاء برضه المفروض ان هو ياخدها. بس تاني، النادي الاهلي لم يخسر المباراه حتى الان، لم يخسر النهائي، ده النهائي هو كسبان 2-1 وراح يلعب الفرقه هناك. المفروض الفرقه تبقى بتفكر اكتر منك ان انت تروح الان. فبلاش تبعتوا اللعيبه بتاعه النادي الاهلي للوداد وهم خسرانين تاني، لان ده خطأ فادح في الفتره اللي جايه. لو الجمهور صدر للعيبه ان الموضوع انتهى، الموضوع لسه ما انتهاش، في 90 دقيقه، و90 دقيقه مهمين جدا، وباذن الله باذن الله هنعديهم على خير وناخد البطوله. انا كده خلصت. اه والله. لا لا، الواحد بيتحرق دمه في في الشغلانه دي جامد قوي يا جدعان والله. الاهلي قادر على تتويج المغرب ان شاء الله. الله ينور يا اخي، الحمد لله. محمد ثابت شرف الدين، اشكرك. مصطفى زكي صديقي: اهم حاجه يا احمد احنا لازم ما نروحش خسرانين. بالظبط، هو ده اللي انا بقوله. جمهور الاهلي غير متحضر. يعني انا ما اعرفش مين اللي بيقول كده، ومحمد اسمه مسلك، فانا ما اعرفش انت من هنا ولا من هناك. بس انا ارفض حاجه زي كده، لان انا شايف ان جمهور الاهلي جمهور متحضر جدا. لان جمهور الاهلي على فكره هو اللي رحب بجمهور المغرب النهارده، وجمهور المغرب على فكره على راسنا من فوق، زي ما انتوا رحبتوا بينا. احنا دايما في علاقات ما بيننا وما بين بعض، علاقات كويسه. فما اعتقدش ان احنا في يوم من الايام ابدا هنتخانق علشان كوره. بس يعني مش بوتوم لاين، يعني مش همسك في واحد ودادي او واحد بيشجع الرجاء او واحد مغربي عشان كوره، مش هيحصل. ده دورنا احنا جمهور وانتوا كاعلام. بص يا مصطفى، ما تحسبنيش قوي ان انا كاعلام، يعني انت شايف هم العدد كله في الليمون، احنا 3 4 مع بعضينا كده قاعدين بنسمع الكلام اللي انا بقوله. ف فالموضوع المفروض يمشي كده. حلو قوي النقطه بتاعتك يا احمد يا رملي، ان انت بتتكلم انت جايب الشوط الثاني بدري، المفروض انك تسوق الماتش مش المدرب والوداد اللي يسوق. هو المشكله بقى اللي انا هقول لك عليها ان اللي حصل ايه. دي نقطة أنا ما اتكلمتش عليها وهرد عليك فيها. الشوط الثاني ابتداء من الدقيقة 59 اللي أنت جبت فيها الجول لحد الدقيقة تقريبا 69، الفترة دي مش مشكلة المدرب. ليه؟ لأن لو بص على لعيبة الأهلي بعد الجون الثاني، لماذا رشقوا لعيبة الوداد بالقارورات؟ والله يا باشا لو أنا ما شفتش ده، لو أنت شفته فأنا يا سيدي أهوت أنا بقول لك لا ده غلط وما ينفعش وما يصحش، حقك عليه. العشر دقايق دولت لو انت اتفرجت على رتم لعب الاهلي، لعيبه الاهلي هي بتباصي الكره لبعض ان الماتش خلص. احنا عملنا او زي عارف انت اللي هو كده ايه، مديرك قايل لك في الشغل انك لازم تخلص من النقطه 1 للنقطه 2 في خلال 3 ساعات، انت خلصتهم في ساعتين. فخلاص ما عندناش حاجه بقى نعملها، قاعدين فاضيين. ده اللي انا حسيته من لعيبه الاهلي في العشر دقايق دول. ابتدينا نفوق شويه لما ابتدينا نحس بخطوره الموقف، بس عبال ما فوقنا ورجعنا وابتدينا نقف على رجلينا بشكل اكتر،
كان دخل فينا الجول. ليه؟ لان كان في لعيبه كتير قوي تعبت. وانا بالنسبه لي كان اكبر سبب للخساره النهارده بسبب خطا من علي معلول. انا ما بحبش والله ابدا ان انا ازود على معلول ولا البسه حاجه، بس ده حكم الظروف اللي فيها معلول، ده حكم سن معلول. والخطا مش من عنده هو، هو غلط غلطه ما فيش مشكله، اي لعيب بيغلط، اي انسان بيغلط. ولكن الغلطه ان احنا ما عندناش بديل كمان لمعلول، وده الاهم بكتير. وما عندناش بديل جاهز لمعلول. النهارده احنا بنتكلم ان معلول لازم بيوصل خبراته للناس التانية اللي تحتيه. محمد اشرف لسه بعيد قوي 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 ان هو يكون موجود في المنطقه دي خالص. فمحمد اشرف محتاج يلف ويتودك بره قوي شويه كده، وبعد كده يبقى رجع لنا باذن الله. احسن لاعب في الاهلي من ناحيه الروح الرياضيه علي معلول طبعا. طبعا علي معلول ده نجم من نجوم النادي الاهلي، واصبح اسطوره من اساطيره. ومحدش يقدر يتكلم ابدا على ان هو روحه مش رياضيه. بس برضو انا عايز اقول لك على حاجه، لو انت اتفرجت لحد نهايه لو انت اتفرجت لنهايه المباراه بعد الماتش، لعيبه الاهلي كلها راحت سلمت على لعيبه الوداد، والعكس صحيح. فدي برضو نقطه لازم تكون واخد بالك منها. طيب يعني رجعنا فكر مدرب واقف بلا مبرر. قسما بالله لو غير بعد الجول مع عبد القادر مع ضغط الوداد 1-1 كان عدى. والله بص بقى، دي واضح ان هي وجهة نظر، انت عندك مشكلة مع الكولر الشخصية بقى وانت شايف حتة معينة في الموضوع، براحتك. بس انت بتاسيوم حاجة كانت ممكن تحصل وكانت ممكن ما تحصلش. مرحبا بكم في دار البياض، نحن شعب واحد. واعتذر عن كلمة متحضر يا باشا ومحمد يا مسلك، والله ابدا ما لا تعتذر ولا حاجة، احنا اخوة. يعني ما فيش الموضوع دوت خالص. يعني احنا عندنا هنا، انت لو تشوف الناس عندنا المصريين احنا بنتخانق مع بعض ازاي، بنتخانق بس في الاخر احنا عارفين ان القصه كلها قصه كوره. وانا زي ما قلت لك تاني، الموضوع كله فعلا موضوع كوره. واحترامنا الشديد جدا لجمهور المغرب اللي احنا هيستضيفونا ان شاء الله زي ما احنا استضفناهم، وباذن الله مش هيكون في اي مشاكل ما بيننا وما بينكم. كولر بيعمل حركه كويسه حاليا، هو انه بيسرد اخطاء التحكيم في المؤتمر الصحفي. اعتقد ان ايضاح لصوره التحكيم في افريقيا عار. اتمنى الفار يبقى ليه دور اكتر من كده في العوده. بص خلينا نشوف برضو الحكم اللي هيعتزل في المباراه دي هيبقى عايز يختم اعتزاله بشكل كويس، ولا هيبقى عايز يختم اعتزاله بوصمه عار، سواء ان هو هيجامل الاهلي او هيجامل الوداد. ممكن تبقى رايحه جايه. فخلينا نشوف الحكم اللي جاي ونشوف الدنيا تمشي ازاي. النهارده الاخطاء ما كانتش كارثيه، بس في اخطاء مؤثره. ولكن في النهايه زي ما قلت لك، احنا اللي لازم لما بيبقى في حكم سيء في المباراه، خبره اللعيبه بتخلي الموضوع مختلف. هي اللي او بمعنى اصح هي اللي ما بتدلوش المساحه انه يعمل اخطاء تانية. وده على فكره مش راجع بس للعيبه الاهلي او لعيبه الوداد او الترجي، لا انا بتكلم عامه في كره القدم. لما بيكون في حكم سيء، لو انت ادائك ثابت وقوي وعامل اللي عليك، انت هتجبره ان هو ما يعرفش يغلط. مش ما يعرفش يغلط مش معناه عشان هو وحش، يعني مش يعني ما بيعرفش يغلط علشان هو ناوي يغلط. انا اقصد كده، لو هو شخص ناوي يغلط، لو انت لعبت جيم صح مش هتعرف تخليه يغلط مهما كان هو خبرته، مهما كانت صياعته. ولكن لو الحكم آه، بلاك تسيمة مكروه من طرف الجماهير الوداديه، ده برضو ملاك بيقول يعني بص انا زي ما بقول لك احنا كمان عندنا نفس الاعتراض. واحنا عندنا مشاكل. يعني خلي بالك انتوا ممكن يكون كجمهور الوداد عنده كبلاك تسامة دوت ان هو كان عنده مشكله معاه، الا ان هو كان برضه مفيد ليه في المباراه بتاعه الاهلي والوداد في 2017. وعمل معانا برضه مواقف في الترجي، وانتوا حصل معاكم موقف وحش جدا برضه في مباراه الترجي والفار اللي ما كانش موجود، والبطوله اللي خدها الترجي على حساب الوداد من وجهه نظري كانت يعني كانت مسرحيه كبيره جدا، يعني مسرحيه هزليه يعني. فعامة احنا التحكيم عامة في افريقيا وفي مصر وفي المحيط عامة اللي احنا عايشين فيه، لا هو محتاج تطوير كتير كتير جدا. بس الاخطاء النهارده اللي انت اتفرجت عليها هي مش اخطاء متعمدة على قد ما هي اخطاء من مدر من حكم يعتبر مهزوز. بس هو بس الموضوع كان صعب عليه مش اكتر من كده. لكن هو ما فيش اي نية لا ان هو يجامل ده او يجامل ده او يخلط في ده او يغلط في ده خالص، بالعكس تماما يعني. بشكركم جدا على كل الناس اللي كتبت لي. اخواننا المغاربه احنا كلنا اصدقاء. ما عمرنا ما هيبقى في بيننا وبين بعض مشاكل مهما كان النتيجه. النهارده انتوا لعبتوا مباراه كانت سيئه، ولكن في النهايه الخبره من وجهه نظري لمتوها بخبره كويسه جدا. والناحيه الثانيه برضو احنا عملنا مباراه كويسه، ولكن كنا نتمنى ان احنا نحقق نتيجه افضل من النتيجه دي. وباذن الله نتقابل يوم الاحد اللي جاي على خير باذن الله في النهائي، ويكون ان شاء الله باذن الله الاهلي فايز باذن الله. طبعا من حد للحد في بقى مواضيع كتير هنتكلم فيها. يا ريت تشترك على القناه وتدينا اللايك الحلو على اللايف ده، اعمل له شير، ونتقابل على خير قريب ان شاء الله. السلام عليكم.